تخيل انك تصحى من نومك تلاقي نفسك انتقلت لعالم تاني وكمان فقدت الذاكرة. كل اللي فاكره هو انك وافقت على انتقالك للعالم التاني وقابل فقدانك للذاكرة وحياتك السابقة كمان. هو ده اللي حصل مع البطل كيلفن، وعلشان ما نطولش عليكم يلا بينا نبدأ في سرد الحكاية. بتبدأ حكايتنا مع كيلفن اللي بيصحى من نومه ويلاقي نفسه انتقل لعالم تاني ومش فاكر اي حاجة، وكل اللي فاكره انه وافق على انتقاله لعالم تاني وقابل ذكرياته، وفي صوت بيحكي له ازاي انتقل للعالم التاني، وهي صوت واحدة بيكون اسمها ميلفينيا، وبتكون هي المسؤولة عن انتقاله للعالم التاني، وهتكون المرشدة بتاعته خلال الرحلة، وبتقوله العالم ده مليان بالوحوش والصحراء، وبتوريه بياناته في العالم الجديد، وتخصصه في العالم ده بيكون ساحر مستدعي، وكيلفن بيكون متحمس جدا للعالم ده، وبتقوله نروح لبلد قريبة اسمها باريس، وهناك في نقابة لتسجيل اسمك علشان يكون مغامر، وإن شاء الله تبدأ رحلتك في العالم الصحراء. وبالفعل كيلفن بيوصل للنقابة وبيملي الاستمارة، بيتم تسجيله كمغامر، بيكتب تخصص المستدعى، لكن السكرتيرة بتقوله ان المستدعى عامل نادر جدا، وكل بلد بيكون فيها مستدعى واحد او ما فيهاش خالص، ولو عرفوا انك مستدعي هتلفت الانتباه حكام البلد. في الاخر بيسجل نفسه ساحر اخضر، بعد كده بتديله بطاقة عضوية النقابة ورتبته بتكون اف، بتقول ان المهمات مختلفة وكل رتبة ليها مهمات خاصة بيها، يعني مثلا رتبة اف بتاخد اعمال رتبة اف وهكذا، بس بتقوله ممكن تاخد اعمال رتبة اعلى منك بمستوى واحد بس، ولكن لو فشلت فيها تدفع شرط جزائي. وبعد كده بتعرض عليه 3 مهمات من الرتبة اف، وبيختار اول مهمة له في العالم الجديد وهي هزيمة 3 وحوش، ولانك مستدعي ممكن تعمل تعاقد مع الوحوش اللي هتهزمها وتستدعيها في وقت ما انت هتحتاجها. وبالفعل كيلفن بيوافق على المهمة وبيشتري عصا سحرية علشان يحارب بيها، وبيتوجه ناحية الغابة علشان يخلص المهمة، وبالفعل بيشوف الوحوش، بيستخدم عين التقييم علشان يشوف مدى قوتها، وبنعرف عين مهارة التقييم بتاعته من الرتبة اس، واللي بتخليه يقدر يقيم المخلوقات اللي أعلى منه ب100 مستوى، وأدواته برضه من الرتبة اس، وبيهجم أول وحش ولكن بيهزموه، وكيلفن بيكون مصدوم من قوتها. الغلام الأزرق بيهجم عليه من كل الاتجاهات وكيلفن مش بيعمل حاجة، بيجرب خطة جديدة وفعلا بينجح فيها وبيهزمه، وفعلا بيعمل تعاقد معاها وبينضم لفريقه، وبنعرف ان التعاقد مع وحش بيستنفذ نص الطاقة السحرية، وبالفعل بينجح في عمل تعاقد وبيجرب مهارة الاستدعاء، وبيستدعي الغلام وبيسميه كولت، وبكده بيكون ناقص وحشين يهزمهم علشان يخلصوا المهمة، وبيستعدوا الهجوم على باقي الوحوش، وبالفعل بيقدروا يهزموا باقي الوحوش وبيكملوا المهمة بنجاح. وبيشوف كيلفن قوة الغلام بعد الاستدعاء وبيكون قوي جدا، وعلشان كده البلاد بتحتاج المغامرين اللي عندهم مهارة الاستدعاء لأنها مهارة قوية جدا. وبعد كده بياخد مكافأة المهمة وبيروح علشان يأجر أوضة علشان يبات فيها، وأثناء ما كان ماشي بيشوف تاجر بيبيع عبيد، وبيشوف عبد بتلفت نظره جدا وبتعجبه، وبيفكر انه يشتريها علشان تبقى في فريقه وتساعده. بعد كده بيوصل للمكان اللي هيبات فيه، ورئيسة المكان بترحب بيه وبنعرف ان اسمها كلير. بعدها بيطلع ويشوف الأوضة ويستريح، وبيكتشف انه ماكلش حاجة من اول اليوم وبيكون جعان جدا، فبينزل علشان ياكل والاكل بيعجبه، وبتعدي الايام وكيلفن وكولد بيخرجوا في المهمات ومستواهم بيزيد، وكمان كيلفن حصل على مهارة الاخفاء الرتبة د، وبيتدرب اكتر علشان يحصل على مهارة اخفاء الرتبة ب، والمهمات دي بتخليك تخفي المهارات الخاصة بيك قدام الأعداء، وبيبدأ الناس يتعجبوا من قدراتك وبيقولوا ازاي مبتدئ يترقى بالسرعة دي. والسكرتيرة انجي بتستغرب وبتقوله هو انت ساحر جاي من قصر او عيلة غنية؟ وبيقولها ما بحبش اتكلم عن الماضي، وبيطلب منها المهمة من الرتبة د وهي رتبة اعلى من رتبته، وبيقول لها انا عارف انها مهمة صعبة ولو حسيت بالخطر هخرج منها فورا. وانجي بتنصحه بتقوله يشتري عدة افضل من اللي معاه عشان يقدر ينجح في المهمة. وفجأة في شخص غريب بيظهر وبيقوله ايه رأيك في مهمة من الرتبة د، وهي عبارة عن هزيمة فارس الشبح الاسود، والشخص ده اسمه كاشي، وده بيكون مغامر زي كيلفن، وبيقول لكيلفن ان هو مغامر من الرتبة د ولكنه في الحقيقة بيكذب وبيكون مغامر من الرتبة ب. وفي الوقت ده الناس بتقول ان هو كذاب، وفي واحد منهم بيقول انه بيستمتع بقتل المغامرين الجدد. كاشر بيشرح المهمة وبيقوله ان في فارس الشبح الاسود عاوزينك تنضم للفريق بتاعنا وتهزمه معانا. انجي بتعترض وبتقوله ان الفارس قوي جدا على كيلفن، صعب جدا تهزموه، وكيلفن بيقوله انا برفض عرضك، ما ينفعش شخص ضعيف زيي يساعدكم. وبيستخدم عين التقييم وبيقرا بياناته، بيعرف ان لقبه يبقى القاتل. كيلفن بيبدأ يشك وبيعرف حقيقته وبيقوله ايه رأيك نتسابق ونشوف مين اللي هيهزم الفارس الاول، وكاشر بيوافق وبيسيبه ويمشي.
وكيلفن بيكون عارف ان هو فخ علشان يقتله اثناء مواجهته للفارس الاسود، بس رغم كده بيقرر يروح. وفي الوقت ده بنشوف كاشل وفريقه راج وجيمول وهم اللي بيتفقوا علشان يقتلوا كيلفن، وبيتوجهوا ناحية مكان الفارس الشبح، وبيكتشفوا ان في حد دخل قبل وقتل كل الوحوش. وفعلا بيطلع كيلفن سبقهم لهناك وبيقول لهم ان هو اكتشف خطتهم وبيقرر يواجههم لوحده، وبيهجم راج عليه بس بيقع في الفخ، وكيلفن بيسيطر عليه وبيهجم عليه كاشل وجيمول بيهرب، بس كيلفن بيستدعي كولت وبيمنع جيمول من الهروب، وبيهجم عليهم وبيضرب جيمول وبيمسك راج، وكاشل بيهجم على كيلفن بس كيلفن بيهزمه بسهولة، بيربطهم علشان يسلمهم وياخد المكافأة اللي على راسهم. وبيجي وقت المهمة الخطيرة وهي مواجهة الفارس الشبح الأسود، وبيستخدم عينه للتقييم وبيعرف اسمه واللي بيكون جيرالد، وبيكون قوي جدا. وكيلفن بيقوله ايه رأيك تعمل تعاقد معايا وتنضم لفريقي بدون قتال؟ جيرالد بيقعد يتكلم معاه وبيقوله انا كنت فارس بحمي القلعة دي، بس الملك والملكة ما بقيوش موجودين وبيدور على ملك جديد علشان يحميه. وكيلفن بيقوله ايه رأيك نعمل نزال بينا ولو كسبت هتعمل عقد بيني وبينك؟ وفعلا جيرالد بيوافق، وتبدأ المعركة بينهم وبتبان قوة جيرالد الرهيبة، وبتستمر المعركة بينهم فترة طويلة جدا. وفجأة جيرالد بيفتكر أيام زمان، أيام لما كان بيحمي أنكار، وفي يوم من الأيام جالهم مبعوث من القارة الغربية من الإلف واسمه جولدو، وطلب من الملك إن هو يضم الإمبراطورية بتاعته لإمبراطورية ليزا، وكمان يضم إمبراطورية ديمارايز المقدسة. وطبعا ملك أنكار بيرفض اللي بيقوله، بس جلدور بيقوله لو رفضت طاعة ليزا هتدفع الثمن غالي. وبالفعل بتسقط دولة أنكار وبيموت الملك والملكة وبنتهم، وبتسيطر عليهم لعنة ليزيا. بنرجع للمعركة وجيرالد بيقول كل اللي هو عاوزه، وانه ينتقم من الامبراطورية ليزيا علشان قتلت الملك اللي كان بيخدمه، وبيهجم على كيلفن بكل قوته وبيقوله هل هتقدر تساعدني؟ في الوقت ده كولت بيهجم عليه ويطيره بعيد وبيهزمه. وتاني يوم كيلفن بياخد جزء من الدرع بتاع الفارس الأسود وبيوديه الأكاديمية علشان يثبت ان هو خلص المهمة. وكيلفن بيبدأ يتشهر والناس تتلم حواليه، وبنعرف كمان ان كاشر وفريقه اتسجنوا وممكن كمان يتحكم عليهم بالإعدام بسبب الجرائم اللي كانوا بيعملوها. وبعد كده إنجي بتقوله ان رتبته زادت ودلوقتي هيقابل رئيس النقابة علشان يشكره شخصيا. وبعد كده بنشوف جيرال معاه، وبكده بنعرف ان هو نجح في عمل تعاقد معاه. وفي الوقت ده كيلفن بيقابل الرئيس النقابة على السلم، وبنعرف ان اسمه ليو، وهو بيبقى رئيس نقابة المغاربين في باريس. وفجأة بيستخدم عين التقييم وبيسأل كيلفن انت من عالم اخر؟ كيلفن بيتصدم وبيقوله انه اكتشف حقيقته، بيعرف هو مين، بيبقى عارف ان هو من نوع المستدعي. وبعد كده بيقعدوا يتكلموا، وبنعرف عين التقييم الخاصة برئيس النقابة من الرتبة ألف، وهي رتبة عالية جدا. وفي الوقت ده جيرالد بيكلم كيلفن وبيقوله انت دلوقتي هتكشف فيها عن نفسك وهندعمك على قد ما نقدر. وفعلا كيلفن بيعترف بكونه من عالم آخر ومستدعي، بس في اللحظة دي بيسأل الرئيس وبيقوله قدرة العين التقييم بتاعتك تقدر تكشف كاشل وفريقه، ليه ما عملتش كده من زمان وقبضت عليهم؟ وبيقوله ان كاشل من عيلة نبيلة ومن دولة رايس الحربية، فمن الصعب فعل شيء لشخص نبيل وكمان أجنبي. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول من الحكاية، أتمنى ان هو يعجبكم، وتابعونا علشان هنعرف ليه عاوز ايه من كيلفن، وهل الأمور هتمشي كويسة مع كيلفن ولا لأ. كل ده هنعرفه مع الجزء التاني، وإلى اللقاء. وكيلفن عاوز يعرف هو عاوز منه ايه بالظبط، ونبدأ جزئنا بلما كيلفن بيقوله انت عاوز مني ايه بالظبط، الرئيس ليو بيقوله متقلقش انا مش عدوك انا في صفك. وبيقول كمان انه قابل ابطال تانيين من عالم اخر وهم ابطال امبراطورية درايمز المقدسة. وبيقول كمان ان سبب قوة الوحوش وسبب قوة الشبح الفارس الاسود هو ان ملك الشياطين قرب يظهر، وبيطلب من كيلفن المساعدة في القضاء على الوحوش والمساعدة الابطال في القضاء على الملك الشيطان. وفجأة بيقول لكيلفن انت ليه كنت مخبي انك من عالم اخر ومستدعي؟ هل كنت خايف من التورط في النزاع ما بين النبلاء؟ وبيطمنه وبيقوله مقابل مساعدتك هيكون ليك كامل الحرية ومحدش هيقرب منك وهخليك توصل للقمة. كيلفن بيوافق بشروطه وبيقبل مساعدته، وبعد كده بيرجع للفندق وكلير بتبارك له على الترقية اللي خدها، وبيقعد ياكل ويتكلم مع بلفينيا وهي المسؤولة عن نقله للعالم ده.
ولكنه ما بيقدرش يشوفها، وبيقول لها كلميني عن أبطال دراميز اللي الرئيس اتكلم عليهم، وبتقوله هي اللي نقلتهم للعالم ده، وأكيد مستواها متحسن وبقى أقوى من الأول. وبعد كده بيستدعي كولد وبياخد منه الفلوس اللي شايلها معاه، وبيخرج بيتوجه لعند تاجر العبيد. ولما بيوصل بيشوف شخص بيتحرق بسبب اللعنة للعبد ده، والتاجر بيقول إنها ملعونة وأي حد بيلمسها بيتحرق. كيلفن بيسأل بلفينيا عن المهارة المستخدمة في فك اللعنة اللي عليها علشان يتعلمها ويكسر اللعنة بتاعتها، وبيمشي علشان يتعلمها ويفك اللعنة. وبعد كده بيرجع تاني علشان يشتريها، وادى التاجر الفلوس علشان ياخدها، وبعد كده بتشكره علشان حررها وبتقوله انها ملعونة، وبيعرف ان اسمها ايفل. وكيلفن بيقول لها عاوزك تنضمي الفريق وتحاربي معايا، وبيقرب منها وبيكسر اللعنة اللي عليها، وفعلا بقت تقدر انها تلمس اي حاجة ومتحرقهاش. وبيقول لها من دلوقتي بقيتي ملكي ومحدش يقدر هيقرب منك تاني. ايفل بتبكي وبتشكره علشان حررها من لعنتها، فبيروح الفندق وبيطلب من كلير انها تهتم بيها وتشوف لها لبس مناسب، فبتخرج وبتكون لابسة لبس خدامة. وبعد كده بيقعد يتكلم معاها وبيعرفها جيرالد وكولد، بيعلمها شوية مهارات، وبتعدي الأيام وبيخرجوا كل يوم علشان يطوروا من مستواهم، وإيفل بتتطور من مستواها. وبعد كده بيرجعوا الأكاديمية، وإنجي بتقول لكيلفن إنه ناقصه مهمة واحدة بس علشان يبقى مؤهل للخضوع للامتحان الترقي. وبعد كده بيخرج مع إيفل وإنجي وبيقعدوا بياكلوا في المطعم، وهما قاعدين في حد بيقلب ترابيزة الأكل بتاعتهم. كيلفن بيتعجب وبيقول لهم ليه عملتوا كده. الجندل بيقول له ارجع للأمير طبرة أمير درايزن الثالث، وإنجي بتقول له دي بلد عسكرية ضخمة. والأمير بيقوله اديني إنجي وإيفل وهسيبك، لكن كيلفن بيضرب الاتنين اللي معاه وبيثبت الأمير في مكانه، وبيقوله ايه اللي جابك هنا. بيقوله علشان أقابل ليو رئيس نقابة المغامرين، وهتكلم معاه بخصوص مغامر قوي اللي الناس بتتكلم عنه الفترة الأخيرة، والشخص ده بيكون كيلفن. والأمير جاي علشان يشغله كحارس ليه، ولكن كيلفن بيرفض عرضه. وفي الوقت ده بنشوف أبطال درامايز المقدسة واللي بيجيلهم مهمة جديدة. وتاني يوم بيشوف كيلفن بيانات الأبطال وبيقول إنه كان فاكرهم أقوى من كده، وبيجهزوا أعداد جديدة علشان المهمات الجديدة. وفجأة كلير بتخبط وبتقول لكيلفن إنه جاله استدعاء من النقابة، وبعدها بيروح يقابل ليو وبيقولوا إن في شيطان في البلد ديمز من ولاد بدال، وبيقولوا إن في قوة الشيطان ما زالت مجهولة لحتى الآن، وعلشان تكون مهمة من الرتبة اس وهي أصعب المهمات. وبعد شوية بيقول لي سمعت انك قابلت الامير درايز الثالث. كيلفن بيفتكر اللي عمله فيه وبيقلق، لكن ليو بيكون خبيث وبيقوله ان في شخص همجي هاجم على الامير. طبعا هو بيكون بيقصد على كيلفن، بس هو بيدوري عليه لانه هو وعده ان هو هيحميه. بعد كده كيلفن بيقبل بالمهمة بتوجهه على كهف الناسك واللي بيكون في المهمة، وبيقابلوا أورد اللي بينه النقابة بيقول لهم احنا مش عارفين نعمل حاجة غير المراقبة بس. وبيدخل كيلفن مكان الشيطان وبيوصلوا للباب اللي فيه الكهف. كيلفن بيحس بوجود روحين في المكان، ولما بيدخلوا بيلاقوا بنت مربوطة ومتعذبة، وفجأة بيشوفوا الشيطان وبيكون اسمه فيكتور وبيكون رتبته عالية جدا، وفعلا المهمة بتطلع من المستوى اس. وفي الوقت ده كيلفن بيسأله على البنت. فيكتور بيقفل المكان وبيحبسهم. ميلفينيا بتقول دي أكيد بنت ملكة الشياطين جوستاف، وفعلا فيكتور بيقول إنها بنت جوستاف. وفيكتور بيقول له دعني ألتهمك كي أمتص قوتك، وبيهجم عليهم بكل قوته. كيلفن بيهجم عليه وبيحاول يثبته مكانه، ولكن فيكتور قوته كبيرة جدا فبيتحرك كأن مفيش أي حاجة مثبته. بيقول له أنا كنت مساعد سيرة بنت الملك الشيطان كوستاف، ولو أكلتها هبقى قوي جدا وهبقى ملك الشيطان الجديد. كيلفن ملامحه بتتغير وبيقول لفيكتور هقتلك هنا، لكن فيكتور صاحب بعض الشياطين وبيهجم عليهم، ولكن كيلفن وجيرالد وباقي الفريق بيتصدوا ليهم، وكمان ما بيقدروش يهزموا جيش فيكتور القوي. وفي الوقت ده فيكتور بيقول لكيلفن رغم انك لسه مبتدئ لكن تمتلك قوة محارب يملك سنوات من الخبرة، وبيقول له كمان ان باين عليك انك مهووس بالقتال. كيلفن بيقوله ايوه تقدر تقول حاجة زي كده، انا عندي مرض اسمه حب القتال. فجأة فيكتور بيهجم عليه وبيقوله دعني امسح تلك الابتسامة التي على وجهك، وبيعمل دخان في المكان كله وبيهجم من تحت الارض، لكن كيلفن بيحس بيه وبيتفادى الضربة، وجيرالد كمان بيهاجمه ولكن فيكتور بيهزمه.
بعدها بيهجم على كيلفن تاني وبيكون على وشك انه يقضي عليه، ولكن كولت بيجي في اخر لحظة وينقذه. وفي اللحظة دي كيلفن بيهجم عليه وبيثبته بالقوة السحرية. بعدها جيرالد بيجي وبيهجم عليه. في الوقت ده فيكتور بيهجم عليه من ظهره وبيكون خلاص هيقتله، لكن المفاجأة ان ايفل كانت متخفية وبتهجم على فيكتور من ظهره، لكن بيصد الهجمة وجيرالد بيهجم عليه وبيقطر دراعه. وبعد كده فريق كيلفن بيتجمعوا وفيكتور بيضحك جامد لدرجة الهياسة وبيقوله انت تاني شخص يقدر يسيبني الإصابات دي. وفجأة بيقول لكيلفن المعركة بدأت خلاص، وشكله بيتغير كليا وبيخرج كل طاقته اللي عنده، وبيقوله انت تاني شخص يقدر يسن الإصابات دي. وفجأة بيقول لكيلفن المعركة بدأت خلاص وشكله بيتغير كليا وبيخرج كل طاقته اللي عنده، وكيلفن وفريقه بيهجموا عليه قبل ما يكتمل تحوله. لكن خلاص الوقت فات وبيتحول فيكتور وبقى عنده قوة جبارة بيهجم عليهم بكل قوته وحرفيا محدش قادر عليه، وبيكون خلاص هيقتل جيرالد، ولكن ايفل بتنقذه وجيرالد بيهجم عليه. وفي الوقت ده كولت ظهر وبيهجم عليه، وفجأة كيلفن وايفل بيضربوه بكل قوتهم وبالفعل بيقدروا يهزموه. في الوقت ده المبنى بينهار وفي حجر بيقع على بنت الملك الشيطان، لكن المفاجأة ان فيكتور بينقذها في اخر لحظة. وبعد كده فيكتور بيلفظ انفاسه الاخيرة وكيلفن بيقول له عاوز اسألك سؤال واحد. بيقول له انت اكيد ما كنتش هتاكل بنت الملك الشيطان، ليه كدبت علينا؟ بيقول له لو ما كنتش كذبت عليك ما كنتش هتحاربني بكل قوتك. بيقول كمان الملك الشيطان جوستاف تمني عليها، وكان بيقول ان قبل سنوات عديدة تم تعيين راعي لبنت الملك، وبنعرف ان اسمها سيرا. فيكتور كان بمثابة أب ليها وكان بيدربها على استخدام قوتها، وبيكونوا قاعدين في قصر وحدهم بعيد عن العالم الخارجي علشان محدش يشوف الأميرة، ووالدها كان بيزورها كل يوم. وبنعرف إن ملك الشيطان جوستاف كان مخبي الأميرة سيرا من أعدائه علشان محدش يستخدمها ضده، وكمان بيقول إن ملهاش أصحاب ولا عمرها ما خرجت من القصر. وفي يوم من الأيام في بطل هجم على القصر الملك جوستاف، وجيش العدو كان كبير جدا وأوشكت القلعة على السقوط. وفي الوقت ده الملك جوستاف قال لفيكتور ان هو يهرب بسرعة وياخد الأميرة سيرا معاه، والملك جوستاف وضع عليها ختم لا يستطيع كسر صور البشر. ولما الملك جوستاف مات اتبعتت لأرض بعيدة علشان تعيش بسلام في العصور القادمة، وعلشان كده هي هنا في المكان المخفي ده. وأنا كنت منتظر موت البطل اللي قتل الملك جوستاف علشان الأميرة سيرا تقدر تحكم بصفتها بنت ملك الشيطان. فيكتور بيطلب من كيلفن طلب أخير، وهو تضم الأميرة سيرا معاك في الفريق بتاعك، وبيقوله انت مغامر قوي جدا وتقدر تحميها. وهنا بينتهي الاسم التاني من حكاية كيلفن. يا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ وهل كيلفن هيقدر يحمي الأميرة سيرا من الأعداء؟ ده اللي هنعرفه الجزء الجاي من الحكاية. لو عجبك الملخص متنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، وفي النهاية متنساش تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشوفكم في الجزء الثالث إن شاء الله. سلام.